عرفت الإسكندرية شماس البحر في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، عندما قام بعض الأجانب بإحضار شماسي البلاج معهم من الخارج، وكانت هياكلها مصنوعة من المعدن وقماشها له لون واحد. لكن بمهارة الصانع السكندري وقدرته على التطوير والابتكار، فقد أخذ الفكرة وطورها، وكان أول من أدخلها هو الحاج حسين محمد، أشهر صناع الشماسي على الإطلاق، وتبعه الحاج محمد هندي. فاستخدموا الخامات المتوفرة في مصر والتي تتناسب مع طبيعة الجو في الإسكندرية، فبدلا من الهياكل المعدنية للشمسية تم استخدام الخشب الزان والخرزان بنوعيه الملوكي والبلدي، كما استخدموا القماش التيل بأنواعه وأشهر